كنبغيو نرحبوا بالمنتخب المغربي، نرحبوا بالاشقاء التونسيين هنا عندنا بمدينه فاس. واول حاجه جينا اليوم باش نشجعوا المنتخب المغربي، شجعناه في قطر، مشينا معاه حتى لقطر وشجعناه وشرفناه وما خيبناش، وبغينا داك الفرحه اللي فرحناها تما يفرحنا ان شاء الله في كاس افريقيا هنا في 2025. كنبغيو في المونديال 2030 المغربي، والحمد لله والاشقاء التونسيين هنا عندنا بمدينه فاس قادر انه ينظم تظاهرات كبيره. واول حاجه من خلال الملاعب اللي تبناو جينا اليوم باش من خلال المنتخب المغربي شجعناه في قطر، مشينا معاه حتى لقطر وشجعناه بطريقه باش ولينا ما خيبناش. التذكيره ديالنا لقينا اللي فرحنا انا كنهضر على ان شاء الله في كاس افريقيا هنا في 2025 ننظم المونديال 2030 بطريقه سهله. الحمد لله وهذا ولا المغرب صاحب جلاله انه ينظم تظاهرات كبيره، الله ينصرو ويطول في عمره من خلال الملاعب ويخلي لنا بركه. من خلال ان شاء الله الوصلات اللي خلوا البنيته ديالي سالمه تقول لنا النتيجه شحال يخرجوا المغرب اليوم ان شاء الله باش ولينا ناخذ التذكيره ديالنا. لقينا هذه ماركه، انا كنهضر على راسي ان شاء الله نقدر ناخذ التذكيره ديالي بواحد الطريقه سهله، وهذا بفضل صاحب الجلاله الرياضي الاول في البلاد، الله ينصرو ويطول في عمره والله يشافيه ويخليه لنا بركه. واليوم ان شاء الله نخلي البنيته ديالي سالمه تقول لنا النتيجه شحال يخرجوا المغرب اليوم ان شاء الله 2-0. وشكون غادي ماركي؟ حكيمي. وتوفيق ان شاء الله 2-0. الله يحفظك العزيز. اوني دو اجواء خياليه كما العاده، هذا الشيء عادي بالنسبه لمدينه فاس، جمهور كبير الصراحه. الملعب ما كنتش الجمهور الفاسي والجمهور المغربي عاد نسى الصراحه، ما كرهناش جاي يحاول بحال دابا هكا الملعب. سمعنا بانه غيولي يهز 850,000، كنظن ما قدناش 500,000 نظرا لقيمه الجمهور الفاسي. ومدينه فاس مدينه عريقه ومدينه كبيره صراحه، بغينا القجع يشوفنا اللحيه هذه باش انه الملعب يولي ملعب كبير. الساعه ديالو الصراحه اليوم 37,000 الناس بزاف كيقلبوا على التيكو ما لقاوش. هذا الشيء راه الصراحه المشكله ديال التذاكر كما قلت انايا، راه ملعب ما قادش الجمهور الفاسي والجمهور المغربي. كنتمناو باش انه الملعب يولي كبير، وان شاء الله اليوم مربوحه، وكنتمنى من وليد الركراكي يجيب لنا كاس افريقيا ان شاء الله، وهذا هو المنتظر بنلعبها في البلاد ديالنا ان شاء الله. واليوم ان شاء الله نربحوا، وكنتمنى باش انه يعيط الغانم السايس وبوفالو سياش الركائز للمنتخب ان شاء الله، لانهم لاعبين مهمين وعندهم خبره على الساحه الكرويه العالميه والوطنيه ان شاء الله. هذا الشيء اللي كاين، وديما المغرب وديما المغرب الفاسي. شكرا. السلام عليكم. بالنسبه للتيكيات لقينا فيهم صعوبه والثمن غالي بزاف، ما لقيناش التيكيات. ان شاء الله نهار الاثنين عاوتاني نتفرجوا. وبالنسبه للاجواء جميله بزاف، ومرحبا بكم الناس ديال البرانيين في فاس، ونبغيو بهذه الاجواء ديما في فاس.